يا صباح الخير. لو بعد الفطار بنحس بالارهاق وبالتعب وبالهمدان، بنحس بصداع جامد في دماغنا، بنحس ان احنا عايزين ننام، مخامين مش قادرين نقوم من مكاننا، تعالوا هنعمل طبق شوربه حلو قوي. معايا بذر شيا. بذر الشيا مفيد جدا في الدايت، مليانه فيتامينات ومعادن الجسم محتاج لها. معايا كمان معلقه كبيره بذر كتان. بذر كتان ممتاز، مليانه بالاوميجا 3، وبرده فيها فيتامينات ومعادن بتساعد على التخسيس، لان البذر الشيا وبذر الكتان بينفشوا في البطن وبيعملوا ماده جيلاتينيه، فبتحسسنا فتره طويله ان احنا مش محتاجين ناكل. في نفس الوقت بتحسن عمليه الهضم بعد الفطار. هسيبها، هحط المعلقتين، والشوربه عندي بتكون سخنه قوي علشان تطلع لي ماده الجيلاتين اللي موجوده في بذر الشيا وفي بذر الكتان وفيتامينات والمعادن. بقلبها، وبعد كده بسيبها زي ما انتم شايفين، بسيبها بروح اصلي وارجع تاني. بتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده وبالقوام ده، وكل ما هتقعد اكتر كل ما هتتقل اكتر، وهتدينا فوائد وفيتامينات، وهتطلع كل فوائدها في الشوربه السخنه. طبعا لازم اسيب الشوربه عندي لحد ما تهدى خالص وتكون تقلت بالمنظر ده وبالقوام ده، علشان اكون معايا ليمونه كامله اعصرها عليها، بتديني مذاق حلو جدا جدا. وفي نفس الوقت كمان بتمدني بفيتامين سي اللي بيساعد على كل المكونات ديت ان هي تدخل جسمي وان انا استفيد بيها. وكمان بتحسن عمليه الهضم، بتحسن لي بشرتي، بتساعد على الكولاجين وبتحفز الكولاجين ان هو يخرج من جسمنا، ويبقى بشرتنا بشكلها وبمنظرها ومظهر طبيعي. معايا كمان الشوربه دي شوربه بصل، انا كنت بقطعها فيها بصلتين علشان برضو استفاد بالفوائد وبالعناصر بتاعه البصل، مضادات اكسده، فيتامينات ومعادن. كل المكونات بتاعتي دي كانت شوربه فراخ، شوربه لحم، ممتازه جدا. مع بذور الشيا وبذور الكتان قنبله فيتامينات ومعادن بتساعد عمليه الهضم عشان ما يحصلناش عسر هضم ولا امساك بعد الفطار، لان طبعا احنا بنقعد 16 ساعه صايمين، فبنفقد عناصر كتير جدا من جسمنا. فطبعا الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في بذر الشيا وبذر الكتان وفي الشوربه وفي البصل وفي الليمون، كل دوت بتعوض جسمنا العناصر والسوائل اللي احنا فقدناها طول النهار من جسمنا، وهتدينا طاقه وهتدينا قوه وهتدينا نشاط، مش هنحس بتعب بعديها خالص. وفي نفس الوقت كمان احنا نقدر بعد كده، بعد ما نروح بقى نصلي العشاء، نرجع ناكل الاكل بتاعنا الطبيعي، بروتين، خف النشويات وخف السكريات، علشان ما تتعبوش وعشان تطلعوا بصحه كويسه وبجسم مثالي وصحي، وما تطلعوش تخنانين كمان من بعد رمضان، وخصوصا احنا في الشتاء كمان. انا كده الفيديو بتاعي خلص. لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وما تنسوش الشوربه لازم تكون سخنه علشان تقدر تطلع لكم الجيلاتين اللي موجود والفيتامينات والمعادن اللي موجوده في بذر الكتان وفي بذور الشيا. ولازم نستنى لحد ما تتقل خالص، وبعد كده تكون بردت علشان نعصر عليها فيتامين سي، علشان ليمون، عشان نستفاد من فيتامين سي، وفيتامين سي ما يكسرش معانا.